تخيل لو قلت لك انك عايش في عالم مليان متعة لكن في نفس الوقت انت تعيس. ليه كل ما نمتلك راحة اكتر بنحس بسعادة اقل؟ ازاي حياتنا بقت دوامة من الادمان الخافي لكل شيء ممتع؟ هنتكلم النهاردة عن كتاب أمة الدوبامين واللي هيكشف لك السر المزيف ورا الشعور بالسعادة. لكن قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفني اشترك في القناة علشان نبني مع بعض مجتمع واعي، واضغط لايك علشان الحلقة توصل لناس أكتر. وبس كده، سلام. لا، خلينا نبدأ. في سنة 648 هجريا، وقت قيام دولة المماليك في مصر، الناس كانت عايشة وسط حروب ومجاعات وطاعون، لكن برغم كل ده كان في قدرة على الصبر وتحمل الألم وإيجاد معنى في كل لحظة. وفي أوروبا في القرن ال15 مع بداية عصر النهضة بدأت المتعة تعتبر حق للفرد. ده طبعا في أوروبا في القرن ال15، يعني من حوالي 500 سنة، بس كانت مرتبطة بالمجهود، والمتعة هنا يعني الفن والإنجاز. أما دلوقتي وإحنا في القرن ال21 في عصر بنسميه عصر الدوبامين، بقت في كل حاجة حرفيا بضغطة زرار. متعة جاهزة سريعة ومشبعة، بس عمرها قصير وبتسيبنا فاضيين. الكاتبة الدكتورة آنا ليمكي بتحكي عن شاب كان مدمن ألعاب فيديو، كان بيقعد بالساعات، ممكن يواصل 14 ساعة في اليوم، ناسي أكله ونومه، كل اللي يهمه إن هو يحقق مكاسب وهمية في اللعبة دي. ولما حاول يبطل دخل في أعراض اكتئاب حاد وأعراض انسحاب شبه اللي بيمر بيها مدمن المخدرات. وده اللي خلى الدكتورة تفكر إزاي الحاجات الصغيرة دي بقت تتحكم فينا كأنها مخدر. ناس كتير مفكرة ان الدوبامين هو هرمون السعادة، والحقيقة ان هو هرمون الترقب. يعني المخ بيفرزه مش لما تفرح، لا، لما تتوقع ان في متعة جاية من ورا الشيء اللي انت بتعمله ده. لما تفتح تيك توك وتشوف فيديو وتفضل تسحب لفيديو تاني وتالت، المخ بيقولك استنى، المتعة جاية اهي، ويفضل يفرز دوبامين. بس اللي حصل مفيش متعة حقيقية، فيفضل يعيد نفس السلوك على امل انه يوصل لها. وده بالظبط اللي بيعمل الادمان. زمان كان الادمان معروف للحاجات الكبيرة زي الكحول والمخدرات والمقامرة، لكن دلوقتي بقى السوشيال ميديا والوجبات السريعة، حتى الشراء اونلاين، حتى الاشعار على موبايلك، كل واحدة منهم بتديك دوشة صغيرة كده من الدوبامين. والكارثة احنا بطلنا نستمتع بالحاجات الطبيعية، بطلنا نفرح بأكلة بنعملها في البيت، او نقعد مع حد بنحبه، او حتى نقرأ كتاب. دماغنا بقى متبرمج يدور على المكافآت السريعة. دماغنا ميزان حساس، كل ما تحط متعة في كفة لازم كفة الألم تيجي تعادلها. اتفرجت على مسلسل 6 حلقات ورا بعض، بعدها هتحس بخمول وذنب وضيق. أكلت شوكولاتة كتير، بعدها هتحس إنك مش مبسوط. المخ بيحب يرجع التوازن تاني. الكاتبة هنا بتشرح ده بمصطلح، يعني مع الوقت نفس المتعة ما بقاش لها أي تأثير، فتحتاج أكتر، ومرة على مرة المخ يزهق وإنت كمان تزهق. كتير مننا مش عارف يقعد مع نفسه، تحس بملل تمسك الموبايل، متضايق تفتح يوتيوب، خايف تطلب أكل. كل مرة تهرب من إحساسك بدل ما تواجهه بيخلي دماغك أضعف. وده خلى ناس كتير تدخل في دوامة الاكتئاب والإدمان من غير ما يعرفوا. بيفتكروا إن هم بيسلوا نفسهم، بس الحقيقة هم بيكتموا مشاعرهم. والكاتبة هنا مش ضد المتعة، بالعكس، هي بتقول إن الحل هو إننا نرجع التوازن ده تاني. وده اللي بيحصل عن طريق 5 خطوات. أول حاجة ديتوكس الدوبامين. يعني ايه؟ ابعد 30 يوم عن عادة بتدمنها، سواء سوشيال ميديا او سكريات او العاب. في البداية هتحس انك تايه، لكن بعدها هتحس انك عايش. 2، واجه مشاعرك. لما تحس بملل او توتر بلاش تهرب، اقرأ كتاب، امشي، صلي، اتنفس، هتكتشف انك اقوى من اللي كنت فاكره. 3، مارس الحضور. اقعد 10 دقايق كده من غير موبايل، من غير صوت، من غير مشتتات، راقب اللي حواليك. ده هيعلم مخك يشوف الجمال الحقيقي اللي كان بيهرب منه دايما. 4، اختار متعة بطيئة وعميقة زي الطبخ، الرسم، الكتابة، الكلام الحقيقي اللي ممكن تتكلم فيه مع حد انت بتحبه وقريب ليك. ده هيخلي المخ يفرز دوبامين حقيقي وصحي.
5 دون التقدم بتاعك. انت عملت ده كله، بقى لازم نكتب احنا فين، بقينا فين دلوقتي. كل يوم اكتب انت حاسس بايه، ايه اللي اتغير. لما تشوف الفرق ده بعينيك وتحسه، ده هيخليك ان انت تكمل السكة. انا جربت اسيب الموبايل يومين. اول يوم حسيت ان انا تايه، تاني يوم بدأت الاحظ ان صوت بنت رواق لما بتضحك احلى من اي فيديو. حسيت ان فعلا موجود، مش بس فاتح عينيا وعايش كده في الدنيا. في النهاية احنا مش ضد المتعة، بس لازم نعيشها بوعي. كل مرة انت بتواجه فيها الاحساس بدل ما بتهرب منه، انت بتشفى. وقول لي في الكومنتات ايه اكتر عادة حاسس ان هي مستنزفاك. ولو الحلقة عجبتك ابعتها لحد محتاجها واعمل لايك. اشترك في القناة، خلينا نعمل مجتمع حقيقي بيدور على المعنى. وبس كده، سلام.